بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أهلا وسهلا بكم. يا رب تكونوا دايما بخير وجمعة مباركة عليكم جميعا. نتمنى طبعا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لما نقدمه من أسهم إن شاء الله هتعمل طفرات سعرية على المدى الطويل والمدى المتوسط. فواحد من الأسهم دي اللي هو هيعمل معنا يعني طفرة سعرية كبيرة خالص، اللي هو سهم القلعة. تمام. السهم ده يعني الفترة اللي فاتت كنا بس يعني شاكين في حاجة بسيطة، اللي هيحصل على المدى المتوسط، ولكن هو الآن يعني أكد معانا الإيجابية بنسبة 100% إن شاء الله. 100% ده السهم ده هيعمل طفرة سعرية ومش صعود عادي، طفرة سعرية. تمام. فالسهم كده يعني خلاص احنا كده اتأكدنا بنسبة 100% السهم ده طالع لطفرات سعرية. السهم ده المرحلة الجاية ان هو طبعا عامل نموذج حلو، اللي هو مقلوب راسه كتفين، وحاليا كده موجود عند خط الرقبة كده، طالع نازل حوالينه. تمام. ولكن الفترة الجاية سهم القلعة هيعمل كده بالظبط ويخترق كل المكان ده ويطلع من بره النموذج ده خالص. يعني سهم القلعة أقل حاجة هيروح ليها اللي هي القمة السابقة اللي هي عند 13.84. تمام. هيروح عندها كده، ممكن يتذبذب شوية ويعمل صعود تاني. يعني هو على الأقل هيعدي القمة السابقة وهيعدي كل المقاومات دي، المقاومات اللي عند 5 جنيه ونص، عند 9 ونص، كل ده هتمشي معاه كده يعني زي القطر كده، هيفوت فيهم كلهم ومش هتوقف أبدا أبدا أبدا. فسهم القلعة يعني من الأسهم اللي هي لسه ما عملتش حاجة. هو طبعا بالنسبة للقوة المالية وكده، هو اساسا شركة بتخسر وكان عليها ديون، بس الله اعلم هم حلوا موضوع الديون ده ولا لا. ولكن يعني كصعود فهو هيصعد، الله اعلم. ممكن تطلع اخبار ايجابية تدعم الصعود القوي اللي هيكون في سهم القلعة. ممكن تطلع بعد كده اخبار ان السهم ده خلاص بيكسب والدنيا ماشية معاه. ممكن حتى يعني انا مش فاهم هم حاطينه في كيس 30 ليه، بس واضح ان في حاجة هتحصل في السهم ده كبيرة جدا وصعود محدش ممكن يتخيله ابدا. تمام. فسهم القلعة يعني كفيل ان هو ممكن يضاعف فلوسك، ممكن 3 4 5 مرات. طبعا يعني تشتري بس وتستنى فيه سنتين ولا حاجة، مش اول ما يطلع كده تبيعه، لان السهم مش هيتوقف عند اي من الاسعار السابقة وهيعمل صعود محدش يتخيله ابدا. تمام. فده سهم القلعة. تمام. طيب فحاليا يعني نبص كده، هو السهم عمل ايه معانا واليوم اللي نزل فيه اللي هي اسهم الديون، عمل طبعا شمعة قوية هابطة وبعد كده كلها عملها صعود قوي. طيب فسهم القلعة يعني كده هو احنا قلنا يعني، حتى انا في اخر فيديو نزلت ليه قلت نتمنى ان هو الطلعة دي اللي هي كان اخرها القمة هنا، انت نتمنى ان هي ما تطلعش وتطلع عند القمة وتنزل تاني، او حتى تتجاوز القمة اللي هي قبل كده برضو. قلنا ان هو في مصلحة السهم ان هو ينزل، ما يخترقش القمم دي وبعد كده ينزل، لا، ان هو ينزل قبل اختراق القمم دي. وفعلا ده اللي حصل معانا، عشان كده احنا بنتكلم ان سهم القلعة اكد معانا الايجابية بنسبة 100%. تمام. فسهم القلعة كان ماشي يصحح اللي هو الصعود اللي حصل معانا من هنا اهو بالشكل ده. سهم القلعة كان بيصحح الصعود ده كبداية صعود اللي هو وبرضه احنا اتكلمنا عن الصعود ده ان هو ده موجة قطرية أولية اللي هي هتبدأ ان شاء الله بعدها صعود قوي قوي جدا، وعمل تصحيح للصعود ده. تمام. طيب فهو حاليا يعني السهم الحركة اللي عملها دي يعني في اليوم بتاع الأسهم اللي نزلت يعني نزل عند 22 وارتفع ارتفاع قوي ووصل الصعود مرة تانية. فهو يعني حتى الآن يعني احنا بس خلاص يعني السهم ده تأكدنا ان هو صاعد ان شاء الله بنسبة 100%. لكن تظل نقطة الشراء او اللي عايز يشتري يعني السهم احتمال، يعني انا برضو مش متأكد، احتمال السهم يضل اشك فيه ان هو ممكن ينزل تاني عند ديل الشمعة اللي هو الهامر دي اللي احنا طلعنا منها، ويكسرها كمان. يعني ممكن ننزل كده، ان انا يعني اعتقد ان هو عمل خدعة كبيرة جدا
والسهم ممكن ينزل تاني عند الديل ده، تمام، او ممكن منزلش بصراحة، انا مش متأكد. ممكن ينزل تاني عند ديل الشمعة الحمر عند 22 ويكسرها كده، وبعد كده يبدأ يطلع، او يكون اكتفى بالتصحيح كده. ولكن اشك ان هو يكون اكتفى كده، ان هو عمل خدعة كبيرة جدا، اللي هي هو عمل كده. يعني هنا اول هبوط كان كده، كان دبليو، بعد كده هنا صعدنا. ده اعتقد ان هو كان كان صعود مركب، اللي هو حاجة كده اسمها موجة فلات غير منتظم. دي تتميز باللي حصل في سهم القلعة، اللي حصل فيه اللي هو هبوط قوي وصعود قوي مرة واحدة كده في يوم واحد. فاعتقد ان دي ممكن تكون معانا حاجة اسمها فلات، وبعد كده ممكن نشوف هبوط تاني لأسعار احسن، هتكون فرصة ممتازة للشراء. وفي حالة لو ما هبطش يعني برضو عشان محدش يبيعه وبعد كده يروح منزلش. فانا اعتقد كده، والله اعلم. فزي ما اتكلمنا ان السهم ممكن ينزل يكسر ديل الشمعة الحمر، ممكن يتوقف من اي مكان قبل كسر ديل الشمعة الحمر، ممكن يكسرها كده بحاجة بسيطة، ممكن كمان ينزل اكتر من كده، ممكن. فكل الاحتمالات واردة، عشان هي بكل بساطة هي اسمها كده يعني تصحيح عرضي غير منتظم. يعني زي ما كسر كده عمل اختراق لأعلى، ممكن ينزل بعد كده يعمل كسر الأسفل تاني، وتكون فرص للشراء. فالسهم ان شاء الله ايجابي طول ما هو محافظ على القاع اللي هو عند جنيه 72. يظل السيناريو ايجابي والتوقع للصعود القوي قائم طول ما احنا اعلى قاع جنيه 72. لو شفناه بينزل تاني عند اي ارقام، عند 22 فرص للشراء، عند جنيه 94 فرص للشراء، عند جنيه 98 فرص للشراء ممتازة خالص. يعني زي ما احنا اتكلمنا كده ان منصحش حد طبعا ان هو يبيعه على اساس ان هو ممكن ينزل تاني. الله اعلم، ممكن منزلش تاني. الاسهم كتير بنقول ان هي ممكن تنزل لاماكن شراء، ولكن الحكاية بتخلف، او التوقع بيمشي في السيناريو تاني، فالسهم بيعمل صعود وما بينزلش. فاللي مع السهم يحتفظ بيه، وان شاء الله السهم هيعمل صعود قوي جدا. يعني السهم ده واخد سمعة ان هو ان هو سهم مضاربات، اللي هو يعني على طول تشتري وتبيع فيه، ما تنتظرش فيه. ولكن السهم ده هيفاجئ الكل، وهيفاجئ ان اي حد كان محتفظ بالسهم ده هو اللي هيكسب، وهو اللي هيعمل ارباح قوية جدا في السهم ده، ممكن تصل لكذا ضعف من الاسعار الحالية، تمام. فالسهم ده يعني هو واخد سمعة وحشة ان هو سهم مضاربات. يعني ما متستناش منه. كل الناس فاكرة كده السهم ده متستناش منه حاجة، ان هو على طول اشتري وبيع على طول. عشان كده يعني بنقول ان هو ممكن ينزل تاني، ودي هتبقى نزلة للغربلة، بس للغربلة، وعلى اساس التخويف فقط لا غير، وبعد كده ينطلق انطلاقة قوية ان شاء الله.